ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض حبه بسله كده بالبطاطس تستاهل بقكم. اكله بقى الزمن الجميل، طعم وريحه زي العسل. قبل ما نبدا الفيديو، لايك وشير واشتراك في القناه لو بتشوفوني اول مره. نسمي الله ونصلي على الحبيب ونبدا الفيديو بتاعنا. يلا بينا. في حله على النار عندي معلقه كبيره كده من السمنه، يعني معلقه محترمه. طبعا احنا عارفين اكل زمان لازم بيتعمل بالسمنه. تمام. عندي كده بصلايه مفرومه ناعم، رشه من الملح، وهسيب البصلايه دي لحد ما تدبل. بس اهم حاجه كده ايه، ما تاخدش لون. بعد كده يا بنات هبتدي انزل باللحمه. طبعا هنا اللحمه انا سلقاها، بس سايبه تركايه بسيطه كده هتكمل سواها ايه مع البسله. ننزل بقى بالتوابل: ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، كمان مكعب مرق، فصين توم مهروسين، رشه من السكر. هقلب كله كده مع بعض، وكانت الريحه تحفه جدا. طبعا التوابل مع فص التوم المهروس مع البصل مديه ريحه خطيره. نقلب كله كده مع بعض. جربي بقى التركية دي في البسلة، بتودي الطعم بجد في حتة تانية. هنا بقى يا بنات انا مش هنزل بعصير الطماطم، لا هنزل بالبسلة. طبعا هنا البسلة تتشوح بقى مع التوابل والبصل والحاجات اللي احنا حطيناها، كمان بتدي طعم وريحة حلوة قوي للبسلة. نقلب كله مع بعض. طبعا انت لو هتضيفي جزر مع البسلة هتضيفي ايه، الجزر في المرحله دي، يعني في الوقت ده هتضيفي مع البسله الجزر. انا مش هضيف جزر لان انا ما بحبش البسله مع الجزر. تمام. فانا هضيف بطاطس. البطاطس طبعا مش بتاخد تسويه كتير فما ضفتهاش مع البسله. بعد كده يا بنات نزلت بعصير الطماطم، قلبت كويس، وهسيب بقى كله بقى يتسبك مع بعض. وبعد كده اول ما اتاكدت خلاص ان الطماطم اتسبكت، هبتدي انزل بالبطاطس اللي انا مقطعاها مكعبات. لو نزلت بالبطاطس من الاول هتستوي زياده عن اللزوم وهتتهري معاكي. تمام. بس لو هتضيفي جزر هتضيفيه ايه مع البسله. بعد كده يا بنات ابتديت ان انا اضيف الشوربه، طبعا عشان البسله والبطاطس واللحمه يكملوا سواهم. طبعا على نار عاليه الاول، بعد كده هدي النار لحد ايه ما البسله تستوي. تمام. ايه رايكم بقى في طبق البسله القمر ده؟ شايفين شكله ازاي؟ يفتح النفس. تقدري بقى تقدميه مع طبق رز ابيض، طبق رز بشعريه، رز حبه وحبه زي ما تحبوا. بتمنى النهارده طريقتي للبسله تكون عجبتكم. اللي عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.